طبعا تحليل المنشطات مفيش حاجه يعني هتظهر ولا ايه؟ لا ان شاء الله مفيش حاجه، ما باخدش حاجه خالص. طيب الحمد لله. ماشي، قول لي يعني النهارده كلمني عن المباراه واللحظات الصعبه اللي انت مريت بيها قبل الهدف وبعد الهدف ولحظات اصابتك في المباراه، وعايزين نطمن برضو على اصابتك. بص قبل ما اتكلم بس انا في يعني حاجه نفسي اقولها يعني. الفتره اللي فاتت قبل الماتش يعني انا الحمد لله كنت بأدي بشكل كويس في الماتشات. كان في بعض الاخطاء وارده يعني نتيجه ان انا بقى لي فتره كبيره ما بلعبش، فطبيعي ان يبقى في سوء تقدير مره مش عارف ايه. فبس انا يعني حابب اشكر كابتن نادر السيد جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان كابتن نادر كان بيقيمني بطريقه كويسه جدا، وكان نقده ليا بناء. يعني حتى انا كلمته وهو كلمني في غلطه في ماتش انا مش عارف تقريبا الاسيوطي او حاجه كده، كان في القاهره هنا. النصر كان غلطه في مباراه النصر، فاتكلم معاه في التليفون، وحتى في تحليله للغلطه مش اللي هو احمد وحش، لا غلط عشان كذا وكذا وكذا. فالنقد بناء دوت هو اللي بيخلي الواحد يقف على رجله، بعكس النقد اللي هو انت وحش انت. فانا دي اول حاجه بحب اشكر كابتن نادر السيد على الهوا يعني. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. دي حاجه. ثاني حاجه طبعا لا مباراه صعبه جدا من اول دقيقه، لان في اول 10 دقائق هم كانوا ضاغطين علينا في اول 10 دقائق في المباراه. والحمد لله ربنا كان موفقنا يعني. هم ليهم كوره في العارضه وكذا كوره راحوا بيها كانت خطره جدا. فالتوفيق ده بتاع ربنا الحمد لله. النهارده كنا موفقين بشكل كبير. ربنا ما كانش راضي ان الجمهور ده كله يروح زعلان. احنا تعبنا في البطوله وكانت ظروف صعبه جدا. بنلعب دايما ب 15 لعيب بس، بنسافر ب 15 لعيب. في 3-4 لعيبه في الملعب النهارده مصابين، يعني بيلعبوا مصابين، اذا كنت انا او حسام غالي او في كذا حد يعني. وصاب رحيل عنده في الخلفيه. فده كرم من عند ربنا. انا بحمد ربنا وبشكر زمايلي كلهم رجاله. اكيد. اتعورت امتى والاصابه ايه؟ يعني برضو اتعورت امتى والاصابه كانت ايه بالظبط النهارده؟ بص يا كابتن كريم، هو انا كان في الماتش الاولاني حسيت في اخر 5 دقائق بالعضله الاماميه وانا بصوت عشان صوت كتير والملعب ترتاح. بالظبط. فرجعت كنت مريح ونزلت قبل التمرين ب3 ايام وكنت بعمل جلساتي وعلاجي وكده. جيت النهارده في الشوط الثاني كده في اخر ربع ساعه بباصي كوره، بس يعني بباصي عايز اباصي جامد. قامت العضله الاماميه قفش طرقعت. طرقعت. يعني ايه مزق؟ بص ما اعرفش والله يعني. انا لسه بكره ان شاء الله هعمل على رجلي ان شاء الله وهعرف فيه ان شاء الله. طيب قول لي يعني بقى بعد ما جبنا الجول النهارده والاهلي كسب، عملت سبرنت ولا ما حسيتش بنفسك ولا عملت ايه؟ والله يا كابتن بلاش بقى اقول بقى على الهوا بقى عشان انا الحاجات دي بصراحه بتفضح. بلاش. لا عادي تفضح ليه يا نجم يعني براحتك. كنت فرحان لا انا قعدت اعيط في الملعب والماتش شغال. قعدت اعيط لان انا يعني بص يا كابتن انا من ولاد النادي الاهلي والبطوله دي بطوله غاليه. اول مره تخش مصر واكون انا بلعب اساسي فيها. فبالنسبه لي دي كانت يعني طموح بالنسبه لي ان انا ربنا يكرمني فيها. ايوه. فانا اول لما جبنا الجون انا بصراحه ما كنتش مصدق نفسي لدرجه ان انا فعلا قعدت اعيط جامد انا وسعد قعد يعيط برضه. الحمد لله. الحمد لله. مبروك يا احمد. وبعدين وسعوا بقى شويه لمسعد عوض بقى، زهقتوا الراجل. خلص عليك انت وشريف اهو. كومكم انتوا الاثنين. ها ما عندوش حد كده. خلاص كده هيلعب براحته بقى. ايه اسبوعين 3 كده ولا هيكمل ولا ايه وضعه؟ والله اعلم بقى. بكره ولا ساعه هنعرف. ركزوا بقى معاه شويه يا نجم انت وشريف بقى يعني تكتلوا عليه الفتره الجايه. ان شاء الله يا كابتن. مبروك يا احمد ودايما كده بالتوفيق والف سلامه عليك، وان شاء الله تقوم وترجع بسرعه باذن الله. وانت من